إن من فقد إحدى حبيبتيه دخل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي الأول أصور معاك. اتفضل. تعال نقعدوا حاجة، هات إيدك كده، يلا على مهلك. أتشرف بحضرتك. اخوك رشاد. أنت بتشتغل بقالك قد إيه؟ انا المفروض ان انا حاليا على المعاش. طلعت معاش ما شاء الله. أنت عمرك كام انا سنة؟ مش طلعت معاش، لا هي حصلت شاب حادثه صغير. كده وفقدت نظري والحمد لله يعني طلعت معاش. حابب تحكي لي عن الحادثة؟ لا والله شويه غضب كده وحصل ارتفاع في الضغط يعني زعل. الارتفاع في الضغط عمل ضمور في العصب البصري. طب يبقى نبه الناس اللي بيشيلوا وبيزعلوا دايما، يبقى عبرة ياخدوا بالهم من حاجة زي كده. والله هي دي حاجه على حسب اللي يتحمل الزعل او يتحمل، يعني لو اقتدينا بس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عليه الصلاة بشر والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه كان يعني ايه، كان مصطفى من العباد فاعطاه من الحلم اللي مش عند حد مننا، فهو كان يغضب وكان حلمه يسبق غضبه، انما احنا يعني ربنا يتقبل مننا على قد ما احنا نقدر يعني. إن من فقد إحدى حبيبتيه دخل عن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم، ده صحيح في صحيح البخاري. ان شاء الله ربنا يكتب لك ويكتب لنا الجنه يا رب. يا رب. طيب انا النهارده معايا سؤال، كم مره حج النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ مره واحده وحجها وخطب فيها خطبه الوداع. فاكر حاجه من خطبه الوداع؟ طبعا. أتعلمون ما يومكم هذا في أي شهر هذا في عامكم هذا؟ فسكتوا وظن أن الوحي قد نزل عليه وغير الأسماء، فقال إن الله حرم دماءكم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. ده اللي أنا أذكره منه. انت كسبت معايا حاجه صغيره كده رمزيه، معلش تسمح لي احطها لك في جيبك. جزاك الله.